طبعا هلا شيء ضروري لكم اياه مهم، الطحانة ما تغسلوها تحت الحنفية عشان تتخلصوا من اي شيء طحنتوه والريحة ما تدبق، فورا لازم تغسلوه، واغسلوها بالمحرمة وشوية دواء الجلي. وانتوا يعني حاولوا تكتوا مي بطريقة ما تفوت المي للجوانب، لانه انا حرقت طحنتين عندي عشان انا غسلتهم بالمي وهيك، كنتوا تبقوا كثير وانتوا عم تغسلوها. اوكي، فخليني احطها علبة لبين ما اشوف له علبة بهار ثانية نحطها حاليا هون، لانه بدها طحن زيادة، لا بدها طحن بعد، ما بدي تكون هيك، خلينا نطحنها منيح وبعدين نحطها هون. ومرة مع انه فصلت الكهرباء رجعت اشتغلت، بدكم تنتبهوا، رجعت اشتغلت لحالها كيف مدري شلون، والله انتبهوا من الطحان، اوعوا تحطوا ايديكم. ترى الريحة هلا بهارات اللحمة شو بحط؟ 7 بهارات، فلفل اسود، ثوم بودرة، بصل بودرة، هيل مطحون، وملح بس، هدول هن بهارات، وشوية زيت زيتون شوي. فأول شي رح احط ال7 بهارات. شو عم بصير؟ ليه؟ في شي كيميائي عم بصير يا جماعة، شوفوا هاي اشتريتها جديد عم شيلها، شوفوا شو عم بصير، ها شوفوا شو عم بصير، لا عم بنط شوفوا شو عم بصير، شو هاد عم شيلها، في كهربائيات تصير، ياي شو هاد. المهم تحطوا 7 بهارات. انا شو عم بعمل، لازم، برافو عليك برافو، بهارات اللي حنحطها للبرجر تكون مختلفة. طيب خلص راح احط كله نفس البهار. فلفل اسود، فلفل اسود 7 بهارات تحطوا، هيل مطحون، يا عمري انا دالجي يا عمري، ما تحطوا كثير لانه في إلها لدعة. بهار حلو شوي صغيرة رشة خفيفة، نحط فلفل اسود. الريحة شقد قوية جد، تطحنوا كل شي بالبيت والله احسن. اللي بدها بعد، طيب ثوم بودرة، بصل بودرة حطوا بنفس الكمية. هاي شو بصل، هاي ثوم، خليني احطهم هون عشان اغسلهم قبل ما ارجعهم بالمكان. وملح، حاج بدنا زيت زيتون رشة خفيفة. شو يا روحي، انا يا روحي دولتي جوعانة، انت كمان اكلتي، انت اكلك جاهز مبسوطة. هلا دعك، نحتاج خفازات عشان ندعك يا سلام. حاول ادوقها بطريقة ما توصل لانه تستوي. الميكرويف كل 30 ثانية لازم تشغلوه وترجعوا تفتحوا وتشغلوا وتحركوا، ما تكون بنفس الاتجاه دائما اللحمة. هلا بعد ما ندعك كتير منيح، بعد ما حطينا بهارات
ندهنها بالخبزة مثل ما بقلكم كالعادة. اذا دهنتوها بالخبزة ما تسمكوا اللحمة، ما بتستوي، الخبز بيحترق وما بتستوي. وازنوا. هاي تبلتين بماريا، جربوها حتدعولي. بتقولوا ما ورجونا وما بعرف شو ما بعرف شو، انا لسه ما بعرف تبع سيدة شو منتجوا بالفيديو. اسمعوا، ما تقولوا ما ورجونا وما بعرف شو ما بعرف شو، انا لسه ما بعرف تبع سيدة شو، ما تلوموهم، ترى احدين عم يمنتجوا بالفيديو، متاكده صدقا ما مخبريني، بس اختي خبرتني لما اخذت ردة فعلي، قالت شوف يا بلحق منتجوا اليوم يا بكره بنزله. فالسيدة اعتقد نفس الشيء، لانه لا اتصلت فيني ولا خبرتني شو الجنس ولا شيء، وما خبروكم عشان بكون عم منتجوا الفيديو انه بده يعملوا ترانزيشن بين ردات الفعل الكل وردة فعلهم، تعرفوا يعني بياخذ وقت هذا الشيء، فاكيد حتعرفوا بالاخير. بس اهم شيء الخلقة التامة ويقوموا بخير وسلامة بناتهم يا رب. ريحتهم بندورة عم قطع، نحطها جوات بعد ما دهنا اللحمة بالخبزة حنحط فوق، تعطي نكهة كتير رهيبة. جربوا الماريا بهاي الطريقة حتدعولي. تقطعوا شرائح بندورة، شرائح بندورة وفلفلة خضراء. الفلفل اذا بتحبوا تكون حادة براحتكم، ما بدكم اياها حادة كمان براحتكم. شوفوا رفيعة، شايفين؟ ما بصير تكون سميكة، خلوها هيك رفيعة بتعطي نكهة كتير طيبة. شو هاد؟ يا سلام، جوعانة عن جد، بس احتار شو بدي اكل وبدي شي سريع، بطبخ ماريا، سريعة كتير ماريا طيبة ومن زمان ماني طبختها. طيب هون خلصنا البندورة، نجي على الفلفل. انا بحب هاي الفلفلة كتير ما بتكون حادة، بس نكهتها كتير طيبة بالطبخ، كل شي جنب الطبخ في ناس بيحبوا ياكلوا فلفلة. هاي كمان حاولوا رفعوا قد ما فيكم، رفعوا الفلفلة. بحاول تعرفيها هذا النوع، حاول. ايوه المفروض هيك. شو طبختوا؟ هاتوا لشوف، انا غبت عنكم اوكي، بس هاتوا خبروني ايش صار من دوني، شو عملتوا، وين رحتوا، وين جيتوا. مثل الاخت لما تتصل باهلها تعرف شو عم بيعملوا، مستحيل، لازم تعرف كل تفصيلة موجودة بالبيت. اوكي ريحتها شو كيف بدي اكلها. طيبة. بتعرفوا الفلفل هي تاكلوه كسناك قد ايه صحي. بتجيبوا خبزة، سواء بدكم خبز التورتيلا، بدكم هذا الخبز اللي بدكم فيكم تستعملوا، بدكم خبز النخيل هذا تبع الدايت اللي عبالكم جيبوا خبزة هيك نص لحمة وبندورة وفلفلة وتسكروا بس. هاي هي الطريقة. اخر دعكة عشان نتأكد من كل شيء، بس تشموا يا الله ريحة اللحمة يعني مع البهارات رهيبة. اهم شيء اللحمة تكون ظريفة، اذا اللحمة ما كانت ظريفة شقد بهرية ما حتطلع طيبة للأمانة. وبتدهني زيتون وعلى الشواي او المقلاية اللي متوفرة عندكم. هاي هي طريقة هيك نحن، زيتون وعلى الشواي